بعض النوايا الصالحة التي ينويها من يجلس مثل هذا المجلس. لا يخفاكم الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة من الرباط، فقد روى ابن ماجه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم فتح بابا يباهي بكم ملائكته يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وإذا كان هذا الجلوس لسماع كتاب الله وتفسيره والنهل من معينه، لا شك أن هذا من أعظم المجالس وأعظم الأجور يحصلها العبد من مثل هذه المجالس. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إتحاف الفضلاء بفوائد سورة الزلزلة هو عنوان لقائنا مع الشيخين الفاضلين، الشيخ أبي أنس شمس الدين خلف الله حفظه الله، والشيخ عبد الحفيظ العدسي حفظه الله. ولا أحول بينكم وبين شيخنا. نقدم أولا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحفيظ العدسي عميد كلية جبرة العلمية، ويقدم بعده الشيخ شمس الدين خلف الله. فليتقدم شيخنا موفقا مسددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أشكر الله عز وجل وأحمده سبحانه أن هيأ هذا اللقاء، فما بكم من نعمة فمن الله، لولاه سبحانه ما تيسر، ولولاه سبحانه ما كان، فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه. ونسأله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. وهذه الكلمة التي أقولها لإخواني هي مقدمة بين يدي كلمة الشيخ شيخنا أبي أنس شمس الدين حفظه الله. أقول: لما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى جعل علم القرآن في المفصل، وجعل علم المفصل في الفاتحة، وجعل علم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر هذا الأثر ابن القيم في أول المدارج، وهو يؤسس للكلام
عن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الجزء من القرآن المفصل فيه علوم وفيرة وفوائد غزيرة، حري بأهل الإسلام عامة وطلبة العلم خاصة والدعاة إلى الله أخص أن يعنوا به. والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله فسر جزء عامة فقط في مجلدة أتى فيها بالفوائد الكريمة والنقول الفخيمة العظيمة. ويؤثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قضى سنوات يفسر في بعض سور المفصل، سنوات. وهذا الكلام كلام الله لا تفنى عجائبه، ولو أن الناس عكفوا بهممهم وقلوبهم وصدقوا الله عز وجل واطرحوا بين يديه سبحانه ورأى الله جل جلاله من قلوبهم صدقا وخيرا لرأوا من الفتوحات الإلهية والمعارف الإلهية الشيء العظيم. جمعنا مجلس بكبير من تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، اسمه الشيخ أحمد المختار رحمه الله. كان كبيرا في سنه، سلمنا عليه وعرفنا بعض إخواننا به وبمكانه في العلم، فكان من سؤالنا له: يا شيخ، أنت من كبار تلاميذ الشيخ الأمين، لماذا لم تكمل أنت تفسيره أضواء البيان؟ قال لنا: اجتمع طلاب الشيخ وأحبابه بعد وفاته يتفاكرون في هذا الأمر، وقالوا لي هذا الذي تقولون، فاعتذرت وقلت لهم: هذا الذي كان يمليه الشيخ أعتقد وأظن وأحسبه فتحا من الله جل جلاله. يعني ليست القضية قضية معلومات تحفظ وتملى، بل هي فتح من الله عز وجل. ولشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم كلام معناه أن القلوب إذا سلمت من كلاب الشبهات وصور الشهوات تهيأت حينئذ إلى المعارف الإلهية، عرفت من هذا الكتاب ونهلت وعبت وتضلعت من معاني القرآن الكريم. يأتي هذا العنوان: إتحاف الفضلاء. وهل هنالك تحفة أعظم من العلم؟ قد كان السلف الكرام يلقى أحدهم أخاه فيقول له: ألا أتحفك، ألا أهديك، ويذكر له الفائدة من العلم. وخص الفضلاء بهذا لأنهم الأرض الطيبة التي إن وافقها هذا الغيث أنبتت من كل زوج بهيج. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. يأتي هذا العنوان وكأنه يصرخ في شبابنا، خاصة الذين ابتلوا بالوسائط وشغلوا الأوقات بها وجعلوا يحللون في الواقع السياسي الراهن ويحللون الأخبار المحلية والعالمية ويسهرون ليلا طويلا، وما أن يأتي خبر من هذه الأخبار إلا وتفجرت كلماتهم من هنا وهناك، هذا فيه احتمال وذاك فيه احتمال. وبعض المحللين قال
وبعض السياسيين قال، وبعض الاستشاريين قال. ولو قيل لأحد هؤلاء اذكر لنا بعض فائدة من سورة إذا جاء نصر الله لا نظر إليك فاغرا فاه. أيها الكرام، الدعوة السلفية دعوة قرآنية سنية، دعوة أثرية، دعوة تعنى بهذا الأصل العظيم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعنى به درسا وفهما ينفق أصحابها الأوقات في هذا القرآن الكريم. وشيخ الإسلام رحمه الله لما سجن في القلعة وحيل بينه وبين الدفاتر والأقلام أقبل على كتاب الله وقال المقالة الشهيرة: لقد فتح الله علي في هذا الحصن من معاني القرآن ما مات كثير من العلماء يتمنونه، وندمت على أني ضيعت كثيرا من أوقاتي في غير معاني القرآن. شهادة فحل وحبر وإمام التقطها العلامة محمد جميل غازي رحمه الله، فعلق عليها بقوله: سمعنا كلمة شيخ الإسلام هذه فأقبلنا على القرآن، فجعلنا دروسنا في القرآن وخطبنا في القرآن ومؤلفاتنا في القرآن. فسر الشيخ محمد جميل القرآن كله من الفاتحة إلى الناس على منبره في المسجد، من الفاتحة إلى الناس، فوائد ودرر وفتح عظيم في باب الدعوة إلى الله تعالى. أقول: يأتي هذا العنوان إتحاف الفضلاء لفتا للأنظار أن مادة الدعوة كتاب الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأنذر به بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأنذركم به وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تريدون يا معاشر الدعاة ويا معاشر المصلحين، تريدون نشر التوحيد بين الناس، عليكم بكتاب الله. تريدون للمجتمعات رشادا وهداية وسدادا، عليكم بكتاب الله، اقبلوا عليه. نعم، النفوس لا حظ لها في هذا العلم، بخلاف الفلسفة وبخلاف الكلام المنمق وبخلاف الكلام الذي تستحسنه الجماهير والعامة. القرآن ثقيل على النفوس المريضة، ثقيل على النفوس المريضة، لكن أهله وأربابه يحرصون على فهمه ونشره بين الناس، وهم على ثقة أن الله يقيض لهذا القرآن من يقبل عليه ويتفهمه. ومن عجائب تقدير الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي من الطائف وقد قوبل بالصد والعناد والسب واختلطت دماؤه بدموعه وعرقه، ينزل وادي نخلة، وهناك يقيض الله له من يسمع القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أيها الدعاة، اثبتوا على ثغر الدعوة الأصيلة، ولا يهولنكم ولا يهمنكم ولا تكترثوا لإعراض المعرضين، ولا تقولوا كما قال الخاسرون: لو أن أحدثنا للناس غير القرآن والسنة ليتبعونا. لا، هذه البضاعة المباركة نحرص عليها ونجتهد في إيضاحها للناس، ونحن على طريق الأنبياء وطريق النبيين وطريق خير النبيين محمد عليه الصلاة والسلام.
لا يهمنا، وليس مما كلفنا به أن تقتنع القلوب أو أن تهتدي النفوس. هداية التوفيق ليست لنا، إنما هي لربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إلى تلك اللحظة هو في غفلته يسدر، وفي غفلته وفي عمايته ما لها. وإلى قيام الساعة الأسواق مليئة والناس يشترون الثياب، وصاحب الإبل يصلح حوضه ليسقي إبله، ما لها. يومئذ تحدث أخبارها، لها أخبار تحدث بها يوم القيامة بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس، وأنا وأنت في هؤلاء الناس. يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه كلمات أجعلها مقدمة بين يدي كلمة شيخنا حفظه الله وسدده ووفقه، فليتفضل يخاطب إخوانه وأبناءه طلبة العلم مجزيا مشكورا معانا مسددا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا ومرحبا بالفضلاء الذين خصوا بهذه الكلمة التي قدم لها فضيلة الدكتور الشيخ عبد الحفيظ عبد الرحمن العدسي. وهذا إرث قديم وتاريخ تليد ومجد طارف. أعني علاقتي بالشيخ العدسي لا يستوعب أحداثه ويفهم وقائعه إلا من عاصر أو دان المعاصرة. التقينا هكذا كالتقائنا على غادق المائدة المكرمة بكم، ولا زلنا نلتقي ونسأل الله التثبيت على الدين وعلى المنهاج القويم في زمن فتن طاحنات وظروف متغيرات وأحوال حالكات. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كلمتي مستوحاة من كلام ربنا من سورة عظيمة فضلها كبير وعلمها عظيم، كما روي ذلك بالسند الصحيح
عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها سورة الزلزلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ورد في فضل هذه السورة أحاديث، منها ما رواه عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها بكى أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لولا أنكم تخطئون وتذنبون لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر الله لهم والله غفور رحيم. وقد جاء صعصعة ابن دياجة جد الفرزدق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستقرئه القرآن فقرأ عليه إذا زلزلت الأرض زلزالها فقال صعصعة حسبك فقد بلغت الموعظة ولولا أنني لم أقرأ غيرها من القرآن لكان كافيا. هذه السورة العظيمة. وروى الترمذي في سننه وأبو داود وقبلهما أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقرئني القرآن فقال له صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ من الحواميم
أو من الحاميم. فقال: كبرت سني وقوي قلبي وغلظ لساني، فأقرئني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ من الألف لام را. فقال نفس مقالته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ من المسبحات. فقال نفس مقالته. فقال: علمني يا رسول الله سورة جامعة. فقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها. فقال الرجل: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فلما أدبر قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. والرويجل تصغير رجل. كل هذه النصوص فيها من الفوائد العلمية والنكت الإيمانية واللطائف ما لا يسع المقام لبسطه وتفصيله، وإنما أوردناه في مقام الاستدلال. ثانيا، هذه السورة 9 آيات على رواية ابن عباس ومقاتل، و8 في رواية ابن مسعود ومجاهد. ثالثا، هذه السورة ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بها في صلاة السفر، لأن السفر مظنة المشقة وشغل البال، فاختصر القراءة فيه، وذلك في صلاة الفجر، وهي محل إطالة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه كان يقرأ في الفجر ما بين 60 و100، لا يقصر عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأحوال العارضة لها أحكام عارضة تناسبها وتشابهها، ليكون الشرع في قمة الإحكام والحكمة. رابعا، من أو عامة القراء قرأوا: إذا زلزلت الأرض زلزالها بكسر الزاي، وهذه القراءة المشهورة وسارت بها الركبان في القرى والأمصار. وهناك من قرأ كالدحدري وعمر بن عيسى عليهما رحمة الله بفتح الزاي زلزالها. والقراءة المشهورة المنقولة كما قال الشيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله هي الأولى المشهورة عندنا بكسر الزاي.
ومن القراء من قرأ قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بالسكون وقفا، فيقرؤون: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وصلا ووقفا. ومنهم من قرأ بالتحريك وصلا ووقفا. أما الوصل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما الوقف: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما في قوله تعالى: ليروا أعمالهم، فهذه هي القراءة المشهورة: ليروا أعمالهم، وهي قراءة أئمة القراء كحفص كعاصم ابن أبي النجود الكوفي عليه رحمة الله. ويخطئ بعض الناس فيقولون قراءة حفص، وهذا خطأ في علم القراءات، لأن حفصا إنما هو راو عن عاصم ابن أبي النجود الكوفي، فنقول رواية حفص عن عاصم كما ذكر الإمام الشاطبي في حرز الأماني من طريق الشاطبية، أن لكل قارئ الراويان، فالقارئ هو الإمام والراوي هو الطالب. ليروا أعمالهم. والقراءة الثانية: ليروا، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وهنالك قراءة شاذة رويت عن سعيد بن جبير أنه قرأ في صلاة المغرب كما روى من حضره: يومئذ تنبئ أخبارها، يومئذ تنبئ أخبارها. وهذه القراءة إنما هي من الشواذ، لكن العلم بالشواذ معلوم عند أهل هذا الفن، فتحدث أخبارها. خامسا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا ظرف مكان، وهي في مستهل جملة شرطية. إذا زلزلت الأرض، ثم تلتها إضافات لجمل شرطية، وهذه الإضافات المراد منها التشويق لما سيق لأجله الشرط حتى تشتاق. إذا زلزلت الأرض زلزالها عطف عليها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هذا التكرار
في الجمل الشرطية لإفادة التشويق إلى يومئذ تحدث أخبارها. تشتاق النفوس وأنت تحس، ولك أن تستشعر هذا وأنت تقرأ هذه السورة، أنك تريد ماذا بعد هذا؟ إذا وإذا تحس باشتياق داخلي إلى ما سيق لأجله هذه الجمل المتكررة في مضمونها، أنها جمل شرطية لكنها مختلفة في معانيها ومضامينها ودلالاتها. تحدث أخبارها، يهتز القلب حيث وجد البغية ووضع في محل المراد. والموضوع الثاني يومئذ يصدر الناس أشتاتا. هذا هو جواب الشرط في موضعين. الشرط الأول إذا زلزلت الأرض زلزالها يومئذ تحدث أخبارها، وثانيا يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وزلزال بالكسر من الفعل زلزل، يزلزل زلزلة وزلزالا إذا ارتجف وارتعش واضطرب وتحرك وتلملم. هذا هو المصدر بالكسر زلزال، وهذا من خواص الأرض، من خواص الأرض، ولذلك نجد لام الاختصاص في قول الحق سبحانه وتعالى. ما لها اللام هنا للاختصاص. أي اختصاص؟ اختصاص الاهتزاز والاضطراب والرجف والارتجاف بالأرض. فالزلزال أيضا يطلق ويراد به حركة النفس عند الموت. تزلزلت نفسه، المقصود ارتعشت وارتجفت في صدره عند موته. ويقال في فصيح اللغة فلان أصابته زلزلة نفسية إذا وقع في بلية فاضطرب، أو أصابته محنة فارتجف، يسمى أنه متزلزل النفس. والزلزال أيضا يحدث في عالمنا المعاصر، وله مقياس يسمى ريختر، تقاس به الهزة الأرضية، فإما أن تحدث تشققا في الأرض أو انهيارا في البنيان أو انفجارا في بركان. وهذه كلها من دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى. هزة أرضية تضرب بلدا ما، يهرع الناس إلى الجبال وإلى المساكن العالية
وهذا معلوم حتى عند العرب إذا حدث زلزال فيغرعون إلى الجبال العالية لأنها مظنة الثبات وأنها لا ترتجف ولا تهتز ولا تزول من أماكنها إلا إذا وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي من وهي. والزلزال الأرضي هو تحرك الهواء في الأرض القريبة من سطح الأرض، فعند ذلك تحدث هذه الاضطرابات في الأرض. وقد يكون الزلزال في داخل البحر أو في داخل المحيط، إنها قدرة إلهية باهرة تحتاج إلى تفصيل وتدقيق فيها لنصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى الدقيقة. هذه إشارات من سورة الزلزلة التي يحفظها المسلمون في صدورهم. والأثقال جمع ثقل، جمع ثقل، ويسمى ما في الأرض ثقل، وهو الشيء اليسير أو الشيء القليل، ويطلق أيضا على الشيء النفيس. وبناء على هذا أثقالها أي أمواتها وما فيها من المعادن النفيسة كالذهب والفضة، وما فيها من المياه الجارية والعيون المتفجرة، كل ذلك يخرج إلى السطح بأمر من المولى. من عرف التوحيد عرفت أن الله على كل شيء قدير. هذه قدرته تتجلى. تقرأ آيات التوحيد وأدلته الواضحة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أدلة التوحيد أظهر شيء في الوجود، فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وغديناه النيدين فالعينان شاخصتان يدلان على أن الله خالق ومبدع. هذه أدلة التوحيد، فمنها عيون صغيرة ومنها عيون واسعة ومنها عيون مبصرة ومنها عيون عمي ومنها عيون عور. كل هذا فعل الله تبارك وتعالى في الإنسان، وهذا ما نحن بصدد فعله في الأرض التي نمشي عليها. أخرجت أثقالها. تعلمون أن الدجال حينما يظهر في آخر الزمان تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل، كما روى مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. فالأرض مليئة بالكنوز، فتخرج أفلادها مثل الأسطوان من الذهب والفضة. سبحانك يا ربي ولك الحمد كله. فأخرجت أثقالها، أثقال. وأما الأخبار فهي الأعمال سواء كانت صالحة أو سيئة ترويها الأرض عن الإنسان. وأما يصدر صدورا وصدرا إذا
ترك المكان وخرج منه. فيصدر الناس، أصل الصدور في اللغة وصدور الناس عن الماء بعد الورود فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن بنتي شعيب قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي يغادر الرعاء أو الرعاة المكان ثم نأتي لنسقي بهائمنا. حياكم الله يا بنات شعيب. يصدر الرعاء، فيصدر الناس أي يخرجون من القبور إلى باطن الأرض، فالأرض أمنا تحملنا أحياء فوق ظهرها وأمواتا في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. تفضل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية عن جرير أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينصتون للأذان إنصاتهم للقرآن. فإياك أن تضيع هذا الفضل وأنت في الطريق وأنت في المجلس وأنت في الجامعة وأنت في أي مكان، تنصت لتنال أجورا عظيمة وفضائل كبيرة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. ارجع إليها في باب الأذان. طيب، أشتاتا جمع شت، أشتاتا أي متفرقين، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فقدم الاجتماع إذ فيه البركة. وأما التشتت في الأكل فجائز، فلا أصل فيه الجواز أو الإباحة، لكن النصوص الأخرى ترجح أفضلية الاجتماع على مائدة الطعام ولو كان طعاما قليلا. ويخرجون أشتاتا متفرقين ذات اليمين وذات الشمال، يخرجون إلى أرض الحساب أشتاتا ليروا أعمالهم. وأما الذرة فهي النمل في أصغر أطوارها. الذرة هي النمل في أصغر أطوارها وحالاتها. والذرة أيضا هي تدخل في باب الكيمياء، في عناصر الكيمياء الذرات، وكلكم درستم مادة الكيمياء. فالذرة شيء دقيق جدا، فمن يعمل مثقال ذرة من عمل يره يوم القيامة. سادسا، هذه الصورة لها مقاصد، أولها الإيمان بالله عز وجل، لأن الذي يجعل الأرض تضطرب وتهتز وتتشقق وترتجف وتخرج ما فيها
وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. تخلت الأم عن أبنائها بعد أن حضنتهم دهورا واحتضنتهم أعواما. تخلت. تأمل في هذه الكلمة. ألقت بأمر الله. أوحى أي أمر. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء فقال: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وأوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأوحى إلى النحل إلهاما: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى إلى أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين. فهكذا إيحاءات من الله سبحانه وتعالى. وإلى الملائكة أوحى إلى الملائكة، وأوحى إلى السماء، وأوحى إلى الأرض فألقت، أطاعت الأمر فألقت ما فيها وتخلت طاعة لله. إذا زلزلت الأرض زلزالها. ثانيا الإيمان أو تقرير البعث والإيجاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأخرجت أثقالها. هذا دليل على البعث والإيجاد. وثالثا تقرير عقيدة الحساب، الإيمان بالحساب من وصول أهل السنة والجماعة. ويصدر الناس من القبور للحساب. ورابعا انقسام الناس في دار الجزاء أو عند الجزاء في دار البقاء إلى شقاء وسعادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. لا ثالث، شقي وسعيد. وذكر في سيرة الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حفيد عمر الخطاب أنه قام ليلة يتلو كتاب الله فمر على هذه الآية: فمنهم شقي وسعيد. وفي رواية على الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. فبكى حتى أيقظ أغله ثم جيرانه، ثم انتقل البكاء إلى المدينة كلها في ذلك الليل. هكذا كان أثر القرآن على أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سألته زوجه فاطمة: ما أبكاك يا أمير المؤمنين؟ فقال: لأن الله قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، أو فمنهم شقي شقي وسعيد، فلا أدري في أي الفريقين أنا، لا أدري في أي الفريقين أنا. فبكى رضي الله عنه. هكذا آثار التوحيد
تظهر في الخلوات وفي الجلوات. فهذه مقاصد هذه السورة من حيث الجملة. ثانيا إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذه هي النفقة الثانية على قول بعض أهل العلم، والنفقة الأولى على قول بعض أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من أصول الإيمان بالنفخ في الصور. كل كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة ذكرت هذا الأصل. والصور قرن ينفخ فيه، وقد مكن الله به ملكا من الأملاك العظام وهو إسرافيل عليه السلام. وهذا الصور كما روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصور قرن ينفخ فيه، الدائرة منه بقدر السماوات والأرض. يا أيها الناس، ما قدر الله حق قدره. الدائرة واجهته قدر السماوات والأرض. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أقدسك، سبحانك ما أجلك، سبحانك ما أقداك. لا ندري أنتعجب من الصور وضخامته وعظم خلقه، أم نتعجب من الملك الذي يحمل هذا الصور؟ حارت العقول في عظمته. حارت العقول في عظمته. وهو منذ أن خلقه الله هذا الملك ممسك بالصور في كامل الهيئة وتمام الانتظار أن يأتيه أمر من الله أن ينفخ في هذا الصور. كما روى الترمذي في سننه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن منتظرا متى يؤمر فينفخ. سيد البشر سيد الزاهدين يقول: كيف أنعم. ليس له قصر مشيد ولا مبنى منيف ولا مجلس فاخر أنيق ولا فراش وثير، بل كان ينام
على حصير بال وجلد قديم ومخدة أي وسادة حشوها الليف. ويقول كيف أنا يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف ينعو إذا زلزلت الأرض زلزالها. وصاحب القرن قضى حياته وجلا خائفا من ربه جل وعلا. وهكذا يقول وأخبر الأمة لتستعد ولتتأهب. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وتب مما جنيت وأنت حيا وكن متنبها قبل الرقاد. كن متنبها قبل الرقاد. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لنا رقاد. وصاحب الشريعة قل كيف أنعم. وأصحاب القصور العالية والنعم الكثيرة فليشكر الله من قبل أن يحال بينهم وبين ما يشتهون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وصاحب القرن ينتظر الإذن. وفي بعض الروايات حنى جبهته هذا الملك العظيم. كل ما تأملت في صورة هذا الملك أجد أنني لم أبلغ في تأملها معشار عشر العشير، لأني أتأمل في الصور الذي هو في يده. وروى الترمذي في سننه عن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كأني أنظر إلى ملك من الأملاك ما بين شحمة أذنه وعاتقه 500 عام أو مسيرة 500 عام. هذا غير إسرافيل. فكيف بإسرافيل؟ أعرف الله. لازلنا في بداية طريق المعرفة بالله سبحانه وتعالى. هذه آيات نفخة القيام، نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يصدر الناس أشتاتا. وأما النفخة المختلف فيها فهي نفخة الفزع. ويوم ينفخ في الصور ففزع
من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فظاهر القرآن يدل على أن النفخات ثلاث: النفخ في الصور، والخروج إلى أرض الحساب، إلى أرض المحشر قبل الحساب. وضعت أثقالها وألقت ما فيها وتخلت وخرج الناس أشتاتا. فالحساب أرض المحشر أرض ليست كأرضنا، واسعة الأرجاء، ملساء بيضاء، ليس عليها شجر ولا حجر ولا بيت مدر ولا عمارة شاهقة ولا بنيان مرفوع ولا ماء يتدفق ولا شجر يترنع، وإنما هي أرض ملساء، كما روى مسلم في الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء نقية كقرصة النقي، بيضاء لم يسفك عليها دم ولم ترتكب فيها خطيئة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، فبدلت السماوات يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يوم حق الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا نحشر وأنا أختم بهيئة الحشر. كيف نحشر؟ كيف نحشر؟ نحشر عراة بلا ثياب وغرلا بلا ختان وحفاة بلا نعال، عدنا كما بدأنا ويوم ننسي وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة. وكثيرا ما أتأمل في الضجة الحاصلة في بلادنا على أي شيء، على أي شيء، على جيفة منتنة، على جيفة منتنة وعلى أرض زائلة وسلطة دائلة وأيام زائلة، على أي شيء. هذه الضجة الكبرى ونزاع وصراع على لا شيء كسراب يحسبه الظمآن ماء
حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا شيئا، وجه الله عنده فوفاه حسابه والله يسأل الحساب. فكم تصغر الدنيا حينما تقرأ مثل هذه الآيات، كما خلقناكم أول مرة، وكل واحد له حزبه وجماعته وسلطته وجنوده يناطح بها في الحقيقة شعبا مسلما وأمة لا تعرف سوى القرآن منهجا. أراهم صغارا كالنمل في نظري، لأن الله يقول كما بدأناكم يعودون هكذا. حينما خرجنا دفعنا من أرحام أمهاتنا دفعا طبيعيا لا صناعيا، فعدنا هكذا بأيدينا فارغة عراة بلا ثياب وحفاة بلا نعال وغرلا بلا ختان، حتى أن نبينا عليه الصلاة والسلام ختن في شعب أبي طالب. إنها سنة الله. كل الناس نسوا هذه الأصول، ولذلك صارت الحياة مادية بحتة، ولا ترى أحد في خطابه أو لقاءاته أو مجالسه يذكر الله تعالى ويربط الناس بهذا الخالق العظيم. لن تأتلف أمتنا في السودان إلا إذا عادت إلى خالقها وبارئها ومالكها، وعلمت أنه المعبود وحده لا شريك له، وأنه الحكم والحكم والحاكم سبحانه وتعالى. نتنازع في أمر لا نملك، مش حقنا. هذا الملك لله، يؤتيه نسيه هذا، يؤتيه، فيمكن أن ينزع منك في أقل من رمش العين، فترى نفسك بعيدا عن هذا الكرسي الزائل وهذه السلطة التي لا تقوم على وحدانية الله سبحانه وتعالى. إن هذه الأمة لن تعود إلا خلوني بعد الصلاة نكمل هسه الصلاة. الصلاة خير إن شاء الله. فهكذا نحشر كما قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزا الله خيرا شيخنا شمس الدين أبا أنس حفظه الله على هذه الكلمات. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. أصل العلم أيها الكرام كما قال ابن القيم رحمه الله معرفة الله بأسمائه وصفاته، وما سوى ذلك فتبع لهذا الأصل. واحتفى ابن القيم رحمه الله كثيرا بتفسير لابن عباس رضي الله عنهما لآية فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. احتفى ابن القيم بهذا الكلام وذكر أن هذا يدل على جلالة قدر ابن عباس في العلم،
إذا علمنا أن الله على كل شيء قدير سألناه صلاح قلوبنا، وسألناه صلاح أحوال بلادنا، وأيقنا أنه لا يغالب ولا ينازع ولا يفلح من نازع رب العالمين، سواء ادعى عبادة نفسه أن يعبد مع الله أو نازع الله تعالى في حكمه. هؤلاء جميعا خاسرون. ولذلك تأمل كيف أن الله جل وعلا يذكر مع الشرك دائما قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره. هذه الآية تأملها في كتاب الله، في الأنعام وردت، في الزمر جاءت: وما قدروا الله حق قدره. لو عرفوه وعظموه لما تجرؤوا على كفر به وعناد. فالجهل بالله يجرئ الناس على رفض وإباء والكفر بدينه. هذه الكلمة رأينا فيها حفظكم الله جميعا وبارك فيكم وفي شيخنا والسامعين أصولا من علم التفسير ومقاصد السور، وجملا من أصول الإيمان، ونبذا كذلك مما يدعو القلب لتعظيم الرحمن. وهكذا وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. مجالس العلم النافعة هي ما أورثتنا أيها الكرام تعظيما لله وإجلالا لله وحبا لكلامه وحبا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما رق فيها القلب ودمعت فيها العين كما كانت مجالسه صلى الله عليه وسلم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هكذا كانت مجالسه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فقال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال أنس: فغطى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. تعلمون ما أعلم، قيد هذا بالعلم. لو تعلمون ما أعلم ليفهم ويستدل بذلك أصحاب البصيرة أنه من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والله أيها الكرام إننا نتعجب أحيانا من بعض الآثار السلفية حينما نقرأ في سيرة سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال لأحد تلاميذه يوسف بن أسباط: ناولني الميضأة، فأخذها بيمينه، وهذا بعد العشاء، أخذها بشماله وجعل خده الأيمن على يده اليمنى وهو جالس. تصورتم هيئة الإمام؟ الميضأة في يساره وخده على يمينه بعد صلاة العشاء. قال يوسف: فانتبهت قبل الفجر ونظرت فإذا هو على هيئته، الميضأة في شماله وخده على يمينه.
فقلت يا إمام أوتر، كاد الفجر أن يطلع، فقال والله ما زلت في أمر الآخرة منذ تركتني وأنا أتفكر في أمر الآخرة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ما هي أعمالنا التي سنراها يوم القيامة؟ ما هي أعمالنا؟ ما هي الأعمال القلبية التي سنراها؟ هل في القلوب حب للإسلام والقرآن والرسول؟ هل في القلوب حب لرفعة الدين؟ هل في القلوب حب لتعظيم الله؟ هل في القلوب حب لأصحاب رسول الله ولأهل العلم والفضل النبلاء؟ أم في القلوب ضغائن وأحقاد وأدران وأحساد؟ ما هو الذي في القلوب؟ يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر تظهر، يومئذ ينبأ الإنسان بما قدم وأخر، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الطوائف والأحزاب والساسة والقادة والملوك والسوقة كلهم عليهم أن يزنوا الأمور بميزان الآخرة. غدا نلقى الله ويسألنا الله. دعك من بنيات الطريق، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إذا زلزلت الأرض زلزالها. جزا الله خيرا شيخنا، وجزا الله خيرا إخواننا بمنظمة إنسان على هذا التنسيق، وجزا الله خيرا إخواننا الذين وثقوا هذه المادة الطيبة النافعة. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر شيخنا وأن ينفع به. والناس بحاجة أيام الفتن هذه والمحن هذه إلى أن ترق هذه القلوب وأن تنكشف عنها حجب الغفلة وأن تتقد وأن يتقد نور البصيرة، وذلك يكون بتقوى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أسأل الله رب العالمين أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله أن يغفر وأن يرحم عمنا محمد الفيل. هذا أول درس لي هنا بعد موته رحمة الله عليه. كنت آنس أثناء الدرس ببعض الهمهمات منه حينما نذكر شيئا من تعظيم الله كان يقول لا إله إلا الله، وربما قال سبحان الله رحمة الله عليه. اللهم اجعل قبره من رياض الجنة، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل جهده وصبره وأذانه وحبه للعلم وأهله شافعا له يوم القيامة يا ربنا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجر واغفر لنا ولو. وكذلك كنا نذهب إلى مسجد هنا، مسجد نقيم فيه محاضرات، محمد السيد مسجد. بلغني الآن أن الشيخ توفي هنا في الكلاكلة، وكان كذلك والله يفتح المسجد ويحضر الدرس ونرى البشر على وجهه. فنسأل الله رب العالمين أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل قبره من رياض الجنة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.